السلام عليكم. احنا مجموعة واقفين مع بعض، واحد معدي علينا قال يا جماعة رقم 10 مجموع كام زائد كام؟ انا شخصيا شايف ان 5 زائد 5 بتساوي 10. في واحد تاني شايف ان 6 زائد 4 بتساوي 10. التالت شايف ان 7 زائد 3 بتساوي 10. واحد رابع قال يا جماعة انتوا بتقولوا ايه؟ اسهل حل 9 زائد 1 بتساوي 10. الاجابات كلها صح، مش علشان خالفتك في الرأي انا ما بفهمش، ومش بالضرورة ان رأيك هو اللي يكون غلط. وقت الخلاف لازم الاحترام والود يفضل متبادل بيننا. معظم مشاكلنا مع اللي حوالينا علشان سببين، السبب الاول مقصود لم يفهم، والسبب الثاني مفهوم لم يقصد. مقصود لم يفهم بمعنى ان بطريقه ما حاولت اوصل لك معلومه بس للاسف انت ما فهمتهاش. مفهوم لم يقصد بمعنى ان العيب ما في كلامي، حده كلامي مثلا حاولت احذرك من حاجه او اعرفك ايه اللي ممكن يحصل لك نتيجه فعل شيء معين، فانت من حده كلامي اعتبرته تهديد وفهمت حاجة أنا أصلا ما أقصدهاش. الحل في الوقت ده في خطوتين. رقم واحد، استفسر عن قصد اللي قدامك. أنت ما فهمتش وجهة نظره، اسأله أنت تقصد إيه بكلامك، بدل ما تصدر حكم خاطئ تندم عليه بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحل الثاني، احسن الظن بالناس. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. الخلاصة إنه أنت بتحاول اللي قدامك، لو خانوا التعبير ما يخونكش الفهم. السلام عليكم.